السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزء كبير من انتكاسك بعد التوبة انك ترجع تاني للذنوب هو انك ما تخليتش على الادوات او البيئة اللي عملت فيها الذنب. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني واحد بسبب الفراغ بيعمل ذنوب في الخلوات وبيسمع افلام مش كويس وبيعمل حاجات بسبب الفراغ. املى الفراغ دي، ما تسيبش الفراغ كده زي ما هو. طيب، واحد بينتكس في الصلاة وبيقطع بسبب ان هو بيصلي في البيت، ابدأ صلي في الجامع، اسعى للجامع وأول ما تسمع الأذان قوم بسرعة. واحد مفتن بالفتيات وبالنظر للفتيات بسبب إن هو بيقعد على الناصية وأول الشارع، تخلى عن الناصية وأول الشارع وما تقعدش فيها تاني. عشان تتغير لازم تغير البيئة اللي حواليك أو البيئة اللي خلتك تعمل الذنب. عشان تتوب لازم ترجع بشيء جديد وبحاجة جديدة، اتخلى عن السبب اللي خلاك تفعل هذا الذنب. ابدله باملأ الفراغ، املأ أي شيء. ما تخليش البيئة اللي انت أذنبت فيها هي نفس البيئة اللي انت عايز تتوب فيها، لا. لن يتعافى المرء الا اذا غير بيئته. انا مؤمن بهكذا. لازم تغير الحاجات اللي حواليك. انا ما بروحش في مكان اعمل الذنب وارجع اقعد في المكان ومنتظر ان انا مش هعمل الذنب. طبيعي ان انا هعمل الذنب. غير البيئة اللي حواليك عشان تبقى التوبة توبة صحيحة وتضمن ان لا تعود مجددا.